صينية دجاج بالشومر والبطاطا. بدون ما اطول عليكم، بتنفع تكون في مطعم ومطعم 5 نجوم كمان. شوفوا لي الجمال هذا، شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. تناغم الطعمات بيتراقصن مع بعض. رأس شومر اخضر، راسين بصل، شوية بطاطا صغيرة 6-7 حبات بنضربهن من النص بالشكل هذا، 4 حبات بندورة. من كل بهار بدي احط نص بهار دجاج، سماق، بابريكا، كاري، كركم، شوية شطة، شوية اوريجانو، زعتر فرنسي او فارسي، فلفل اسود، زيت زيتون. طبعا انا بسوي الان في خليط الخضار والدجاج، تقريبا ملعقتين كبار، نص كوب ماء، مهم جدا الماء، عصير نص ليمونة، ملح. طيب عندي دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع زي ما انتم شايفين. طبعا غسلتها في ملح وليمون وخل. بدير نص الخليط اللي سويناه على الدجاجة والنص الثاني على الخضار. طبعا بحركه كويس. الدجاج بتركه اقل شي 2 في الثلاجة. فرن مشغل مسبقا، طبعا بنغطيه نص ساعة، والنص ساعة الثانية بنرفع عنه على درجة 200، أقل شي ساعة بياخذ، يعني مروحة من فوق ومن تحت. يا عمي الاتيكيت ما بينفع معنا احنا، لازم تسقسق زي كذي. شايفين اللقمة الغرقانة هذي؟ الأكل بس بالخبز، والله متعب الخبز.